أنقل لكم بعض الكلمات. من هذه الكلمات ما ورد في كتاب إخواني الأعزاء، كتاب نهاية الدراية لسيد حسن الصدر. هذا الكتاب أنا ما كان عندي، اللي هي مطبوع في إيران تحقيق ماجد الغرباوي. ومنها قولهم غالي وفي مذهبه ارتفاع ومرتفع القول، وكان من الطيارة، هذا التعبير، يريدون بذلك كله التجاوز بالأئمة عليهم السلام إلى ما لا يسوغ. هسه في نظرهم ما لا يسوغ ماذا؟ نفي السهو. ماذا؟ هذا ما لا يسوغ، لأنه مقتضى البشرية أن يسهو الإنسان، فإذا نفيت عنه السهو فقد قلت فيه ما لا يسوغ عند نظرهم. ثم لا يخفى ظهور ذلك كله في القدح، غير أن أهل قم جعلوا نفي السهو عنهم غلوا، وربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم أو المختلف فيه أو الإغراق في إعظامهم ورواية المعجزات وخوارق العادات عنهم أو المبالغة في تنزيههم عن النقائص وإظهار سعة القدرة وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعا موجبا للتهمة وللتسقيط. وعلى هذا الأساس بعد سيد كمال الحيدري في ذاك الزمان مو يصير مغالي، يصير رأس شنو؟ رأس الغلاة. لأن كلنا احنا معتقدين بها في علم الإمام، بل أكثر من ذلك حتى ما لم يخطر على أذهان هؤلاء الأعلام نحن قائلون به. ومدرسة القمية شان يسوون مولانا؟ والحمد لله رب العالمين الآن مو موجودين. ذاك الوقت شان يسوون مولانا إذا كنا في قم؟ ها؟ مباشرة مولانا إبعاد مولانا. هسه وين نروح بعد؟ لابد نروح جزيرة واق وين نروح؟ التفتوا جيدا. هذا المنهج، هذا الذي أدى بطبيعة الحال. بعد من الذي نقلت رواياته في الكتب؟ ذاك الذي أخذ الرسمية، يعني أخذ المشروعية. أما هؤلاء المغضوب عليهم بعد نقلت رواياتهم أو لم تنقل رواياتهم؟ لم تنقل رواياتهم. هاي الطبقة الثانية من المعارف اللي هذول يحتملون، وإلا غيرهم يحتمل أو لا يحتمل. وأنا لا أحتاج أن أضرب الأمثلة مولانا. الآن كثير من المعارف الموجودة التي يؤمن بها بعض علماء مدرسة أهل البيت، تجد عندما يأتي إلى بعض آخر من علماء أهل مدرسة أهل البيت يعبرون عنها أنها ماذا؟ أنها غلو، وأنتم وجدتم مصادر كثيرة له. وإلا واقعا المدرسة القمية شيعة لو مو شيعة إخوان؟ لو هذول هماتين خارجين من المذهب، وهذول الشيعة مولا. ولكنه يعتقد أنه من اعتقد أن النبي لا يسهو فهو شنو؟ فهو مغالي. إذن ليست المشكلة ماذا أنه عالم من العلماء، بل عالم من علماء مدرسة أهل البيت. ولكن هل يعتقد بأن الأئمة سلام الله عليهم هم وساطة الفيض بين الله وبين خلقه أو لا يعتقد؟ لا يعتقد. شيعي لو مو شيعي؟ بل شيعي. لا يؤمن بالولاية التكوينية لأئمة أهل البيت، يقول ما عندنا دليل. شيعي لو مو شيعي؟ شو تقولون؟ لا وقعا شيعي، لا إشكال. لا يؤمن بأن أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة حكما وموضوعا. شيعي لو مو شيعي؟ شو تقولون؟ مو شيعة؟ لا 99% من علماء الشيعة لابد شنو؟ نخرجهم عن التشيع. ارجعوا إلى كلماتهم انتم اقرأوا.